انت تخينه، ما تعمليش كذا. فهو بينشأ الطفل شايف اللي هو ما يستحقش ياكل، ما يستحقش يستمتع. فهو لو بياكل حاجه ممتعه لازم يستخبى، او لازم ياكلها بسرعه كانه ما بياكلهاش. فبنبدا ننهانس يعني ايه استمتع حوالين الاكل، يعني ايه اكل بالراحه، يعني إيه انا مش بجري انتش واجري. ده الاتيتيود بتاع انتش واجري مم. ده بيبقى عند اي حد عنده مشكله ليها علاقه بالنهم، سواء اضطراب اكل او نهم نتيجه لسنوات من الحرمان. تنفس، اقعد، حط الحاجه في طبق، كل بالراحه. انت مش محروم، نفس الطبق ده او نفس الشوكولاته دي تقدر تاكلها بكره وبعده، خلاص مفيش حرمان. اتس اوكي لحد واحده واحده ما جسمه يبدا يطمن ان اكشلي مفيش حرمان، فبيبدا يهدى. الموضوع ده جديد قوي عليا على فكرة، يعني انا اول مرة اسمع يعني قصة بتتعالج كده، يعني حتة الدايت. طب انا عايز اعرف النهم ده، هي اللي انا فاهمه كده ان هي بتيجي من الطفولة مثلا، يعني في حاجة بتحصل للشخص وهو صغير فبيكبر عنده القصة دي، صح م- كده؟ م. ايه اللي ممكن يحصل له؟ زي ايه يعني؟ سبب النهم الحرمان، يعني مفيش حد بيحصل له نهم ما حرمش نفسه قبل كده. والحرمان ده مش شرط يكون دايت اكشلي. يعني كان عندي كلاينت was very interesting، ما كانش وهي صغيره كانت مامتها حريصه، يعني بخل في الاكل، مش عشان هم معهمش فلوس، بس مامتها ما كانتش بتطبخ اكل كفايه، او عندها اخوات كتير جو العيله. مم. كانت طول الوقت لو اكل اتساب هيخلص، هي محرومه من الجزء ده، هو ما كانش في اكل في البيت كفايه. فاهم قصدي؟ مم. الريستريكشن ليه الشخص بيقرر اللي هو يحرم نفسه لاسباب كتير. ممكن ان الشخص ده اتقال له من وهو صغير انت محتاجه تخسي، كلام مقرف زي اللي احنا بنسمعه، اللي هو الله انت وشك جميل بس شفتي لو جسمك يخس شويه، بصي اختك بتلبس اللي هي عايزاه ازاي، بصي انت مش هتلاقي عريس. تكون مثلا طفله عندها 9 سنين وتقول لها انت مش هتلاقي عريس، طب يعني في ايه يا حاجه؟ فالكلام اللي بيتقال ده الطفل بينشأ، او حتى الام تكون بتعمل دايت، فالطفل بيحس اللي هو دي الحياه اللي المفروض تحصل. انا جسمي زي اوكي. ماما، فانا مم. لو انا ما انا محتاج اعمل زي ماما. تمام، مم. فالطفل بيinternalize او بياخد الحاجه على نفسه.